السلام الله عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد لا فيديو زوين ورائع. غنشارك معكم هاد الوصفه ديال اللحم مفور بالاعشاب في الكوكوط. كيجي رائع مع الخضر، او ممكن ديروا الدجاج ولا اللحم، المهم هنا اللي بغيتو. كيجي رائع، درت فيه غير الاعشاب فقط والملح، كيجي منسم. بقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. هنا بالنسبه للطريقه غنمشي معكم للطريقه مباشره. هنا كناخذ واحد البول ولا شي اناء، غادي ندير فيه واحد الكميه ديال اللحم. المهم هنا اللحم كيبقى على حسب عدد الافراد. من بعد ما غسلت داك اللحم درتو في هذا الاناء. هنا بالنسبه للتوابل او الاعشاب المنسمه اللي غادي نسم بهذا اللحم، هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال اليازير اي اكليل جبل، وواحد المعلقه ديال الزعتر والملح فقط. هادشي اللي غادي نستعمل في هاد التتبيله. صافي، وغادي ندير الملحه الكافيه لهذا اللحم، وغادي ندير داك اكليل جبل، وغادي نضيف عليه الزعتر. المهم غندير النصف ديال ديك الكميه، والنصف الاخر غادي نخليه الخضر. صافي، هنا غادي نحرك داك اللحم مزيان مع داك الملحه دوك المنسمات. صافي، غادي نخليه على جنب. هنا غادي صافي، هنا غادي نحركو مزيان وغادي نخليه. هنا غادي نمشي ناخذ واحد جوج بصلات يكونوا متوسطين، غادي نقطعهم هكا على شكل دوائر، وغادي نديرهم في طنجره الضغط. غادي نفرشهم في هكا في الاسفل. هما اللي غادي يطلقوا لي داك الماء باش غادي يطيب هاد اللحم والخضره. صافي، المهم انا هاد اللحم راه ما كندير فيه حتى شي قطره تاع الماء. كيف ما غتشوفوا معايا راه هو غادي يطلق الماء ديالو لراسو. صافي، غادي ندير داك اللحم على داك البصل في الكوكوط. هنا بالنسبه للخضر، انا خديت 3 ديال الجزر و3 ديال البطاطا وواحد كورجيطه اللي قطعتهم بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هنا بطاطا خليتها شويه متوسطه، ما تكونش رقيقه بزاف. صافي، غادي نديرها في نفس الاناء، وغادي نضيف عليها الملح، وغادي نضيف على داك الشيء اللي بقى ليا من دوك المنسمات، داك اليازير والزعتر والملح. صافي، ضفتهم على ديك الخضر. صافي، غادي نحركهم. هنا غادي نحركهم مزيان حتى كيتلبسوا لي دوك المنسمات وداك الملح. صافي، وغادي نوضعها على اللحم. هنا كنسبق الجزر حيت حتى هو كيشد شويه الطياب. عاد كندير غادي ندير داك الجزر كاملو، عاد ندير البطاطا هي الاخرى حيت دغيا كطيب. صافي، وهنا غادي نسد عليه وندير ليه الصفار، وغادي نخليه على عافيه تكون مهيله. وغادي نخليه غادي نص ساعه هكاك، غادي نحل عليه ونطل. صافي، هنا من بعد ما دازت عليه واحد نص ساعه ديال الطياب، كيف ما كتشوفوا معايا راه كيطلق كميه كبيره ديال الماء. انا من الافضل ما ديروش فيه كاع حتى شي نقطه تاع الماء. راه هو اصلا ديك البصله كتطلق ديك الماء، كيف ما كتشوفوا معايا راه كيطلق داك الماء. هنا من بعد ما دازت نصف ساعه طليت عليه. المهم هنا لقيته قريب دازت فيه نص طيبه، غادي نخليه. المهم انا الوقت اللي داليا ساعه وربع تقريبا، على نار تكون متوسطه. صافي، هنا هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي فتي ورطب ومنسم بدوك الاعشاب، وكيجي المذاق ديالو رائع. هنا بالنسبه لو بغيتو تستبدلوا اللحم ممكن ديروا الدجاج. انا كندير مع المرات الدجاج، وكنديروا بنفس الطريقه وبنفس الاعشاب حتى هو كيجي زوين في المذاق. وهنا كنكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم. وصفه صراحه خفيفه دغيا كتوجد وفي المتناول، وكتجي منسمه بدوك الاعشاب. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم.